Everybody proud and you know, I think for everybody it's a big stage now to show what we're capable of as a team. ان شاء الله غنديروا شي حاجه تكون زوينه لينا ولا كاع لا ناسيون ديالنا المغرب، وتنشوفها شي حاجه تكون شي حاجه زوينه ان شاء الله. السلام عليكم متابعينا الكرام. يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لمواجهة المنتخب الكرواتي بعد غد الأربعاء في أولى مباريات الأسود بالمونديال لحساب المجموعة السادسة. وأجرى المنتخب الوطني صباح اليوم الاثنين حصة تدريبية على أرضية ملعب الدحيل من أجل الاستئناس بحرارة الطقس المرتفعة التي تعرفها الدوحة قبل مواجهة كرواتيا في نفس التوقيت تقريبا. وعرفت الحصة التدريبية التي أجراها الأسود اليوم مشاركة جميع اللاعبين باستثناء سليم أملاح الذي اكتفى بحصة ركض خفيفة رفقة المعد البدني بسبب الإصابة التي يعاني منها على مستوى الركبة. ويأمل الطاقم التقني والطبي للمنتخب أن يستعيد أملاح جاهزيته البدنية وأن يكون جاهزا بشكل كامل رفقة باقي المجموعة لمباراة كرواتيا يوم الأربعاء المقبل. وعرفت الحصة التدريبية للأسود حضور كل من باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وفوزي القجع رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم من أجل دعم الأسود قبل افتتاح مشاركتهم في المونديال أمام كرواتيا. وقال وليد جدير لاعب فريق بار الإيطالي والمنتخب الوطني المغربي أن أول مباراة للأسود أمام كرواتيا في كأس العالم قطر 2022 ستكون صعبة. وأضاف أنه على الرغم من صعوبة مباراة كرواتيا فإن العناصر الوطنية عازمة على تحقيق نتيجة جيدة. وأكد مهاجم الأسود أن الأجواء داخل معسكر المنتخب المغربي جيدة، مبرزاً أنه سعيد بخوض المونديال. من جانبها أبرز حكيم زياش لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي والمنتخب الوطني المغربي أن الأسود يملكون فريقا جيدا قادرا على تحدي أي منتخب في العالم مهما كانت قوته. وأوضح زياش أن الأجواء داخل معسكر الأسود تساعد على تقديم الأفضل في كأس العالم. وأعرب عن سعادته بتقديم أداء أفضل في مباراة جورجيا الودية، مشيرا إلى أن هناك تفاهما بين اللاعبين. We had a good game against Georgia. I think we played a good game. You know, the feeling is good, the spirit is good in the team, and we know what we have to do to make everybody proud. And you know, I think for everybody it's a big stage now to show what we're capable of as a team and as a country. Of course, I mean, if you look at everything around the team and in the team, I think everything looks good, and we have you know, good connections with each other. We have a lot of fun, and also there is a lot of hard work. So I think a combination of that is really important together, and it will bring us hopefully far in the tournament. وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب الوطني سيواجه منتخب كرواتيا يوم الأربعاء المقبل على الساعة 11 صباحا بالتوقيت المغربي. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.